شاب فاشل لكنه بيقدر يبقى أسطورة في الفنون القتالية. بيخطفوا منه حبيبته قدام عينه بس بيقرر إنه يعلمهم الأدب. ده ملخص فيلم باجي الجزء الأول. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وساعدنا نوصل الفيديو ده ل1000 لايك. ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا مع سيا واللي بتكون واقفة في القطر ومستمتعة جدا بالمطر، ولما بيقف المطر بتفضل تكلمه وتقوله وقفت ليه يا مطر. وبيظهر واحد اسمه روني وبيسمعها وبيفضل يضحك عليها، ولما بتلف وشها بتلاقيه قدامها وبيكون لسه باصص لها، فبتقول له ها خلصت بص عليا ولا لسه؟ فبيقول لها انا واقف مستنيك تخلصي عشان انا كمان عايز اتكلم مع المطر. وبيفضل يضحك عليها وبيقول لها انت اكيد مجنونة. وساعتها بيقف سواق القطر مرة واحدة وبيحضنوا بعض هما الاتنين بالغلط، فبتبعد عنه وبتشيل ايده من عليها وبتروح تقعد مع امها. ولما بينزل روني من القطر بيشوف سيا من الشباك وبيفضل باصص لها، ولما بتبصله بيبعت لها بوسة فبتداري وشها الناحية التانية وبتفضل تضحك. وبتنزل من القطر وبتروح له وبتقول له اوعى تكون فاكر لما تفضل باصص لي كده هتنجح خطتك وهقع في حبك، وكفاية قوي لحد كده. فبيقول لها بالسرعة دي ده انا لسه ببتدي. فبتضحك وبتسيبه وتمشي. وفي الوقت ده بيشوفها واحد اسمه راجو وبيقع في حبها، وراجو ده بيكون زعيم عصابة. وبعد كده بيركب روني وسيا القطر، بس سيا بتكون مش لاقية أبوها وبتقول لروني إن أبوها مش موجود وشكله مركبش القطر. فبيقول لها ما تقلقيش خليك انت هنا وأنا هنزل بنفسي أدور عليه. لكن سيا بتلاقي أبوها قدامها وبيطلع موجود في القطر لسه، وبتفضل تنادي على روني وتقول له إن أبوها موجود في القطر. وساعتها بيجري روني ورا القطر بس بيتكعبل وبيقع على الأرض ومش بيلحقوا، وبيزعلوا هما الاتنين عشان مش هيعرفوا يشوفوا بعض تاني. وبعد كده بيروح راجو أكاديمية لتعليم الفنون القتالية وبيقابل أبوه واللي بيكون المعلم بتاع الأكاديمية. وبيروح روني نفس الأكاديمية وبيدخل القاعة على المعلم، والمعلم بيكون مع الطلاب بتوعه وبيتدربوا على اليوجا. وبيقاطعهم روني وبيقول للمعلم أبويا بعت لك الرسالة دي وبيديها له. وبنعرف إن أبو روني والمعلم كانوا أصدقاء زمان، وبيكون مكتوب في الرسالة لو أنت بتقرأ الرسالة دي دلوقتي هكون أنا ميت. وبيقول له إن ابنه روني مش بيسمع لأي حد ومش بيهتم بأي حاجة غير القتال، وإنه لما يموت مش هيبقى مرتاح وهيبقى قلقان عليه. وبيوصيه على روني إنه ياخد باله منه ويهتم بيه كويس. وبعد ما المعلم بيقرأ الرسالة بيروح لروني وبيقول له أنت عندك كام سنة؟ فبيقول له روني عندي 23 سنة. فالمعلم بيقول له أنا عندي 68 سنة. وروني بيفضل يضحك وبيكون مش مصدق. والمعلم بيقول له أنا شايفك مهتم أوي بالقتال. فروني بيقول له بس مع اللي بيحب يعمل معايا مشاكل. والمعلم بيمسكه من ايده وبيرميه على الارض وبيقول له شكلك كده لسه مش مستعد. بس روني بيقوم وبيقول له انا مش بضرب الستات والاطفال وكمان العواجيز اللي زيك. فالمعلم بيقول له طب حاول كده. وروني بيقول له ما تجبرنيش اني اعمل اي حاجة انا مش بحبها. ولسه بيرفع ايده راح المعلم ماسكه من ايده ورميه على الارض تاني. وراح المعلم قايل له اوضتك رقمها 29 وتنام بعد ما انا انام وتصحى بعد ما انا اصحى. وبيروح روني الأوضة بتاعته وبيقابل هناك واحد اسمه رامن، وبيعرفه رامن على طفل اسمه سيبهو. والطفل ده بيكون مش بيتكلم، فبيسأله روني على السرير والتلاجة والتكييف، بس رامن بيقوله إن مفيش أي حاجة من الحاجات دي موجودة هنا. وبيقوله روني طب مفيش أكل، ورامن بيقوله ما أنت اللي هتطبخ بنفسك وهتطبخ لنا كلنا كمان، لأن النهاردة في سباق قوارب وكل الطلبة هيكونوا هناك. وبيبدأ سباق القوارب وبيكون راجو مشارك في السباق، وبتكون سيا موجودة ضمن الجماهير وبتشجعهم. وأول ما راجو بيشوفها بيفضل باصص لها، والقارب بتاعه بيكون ماشي ببطء، بس سيا بتشجعه وبيركز في السباق وبيقدر إنه يكسب. وبدل ما يروح يستلم الكاس راح عشان يدور على سيا بس ما قدرش يلاقيها. وسيا بتكون مشيت في الشارع وراجعة بيتها، وروني بيكون ماسك الأكل وبيعدوا من جنب بعض بس محدش فيهم بياخد باله من التاني. وساعتها المطر بينزل وسيا بتكون واقفة تحت المطر ومستمتعة جدا، وبيشوفها روني ساعتها وبيروح لها. وأول ما بتشوفه بتقوله أنت تاني؟ فبيقول لها معنى كده إنك لسه فاكراني. فبتقول له أنسى إزاي، أنا كنت زعلانة جدا عشان ما قدرتش تركب القطر بسببي. وروني بيقول لها على فكرة أنا ما ركبتش القطر بمزاجي، لأني إزاي أركب القطر وما فيهوش ولا بنت جميلة. فسيا بتضحك وبتسيبه وتمشي. وبيجري روني وراها وبيقول لها انت ما وراكيش حاجه غير انك تتبلي بالمطر. وسيا بتقول له وانت ما وراكش اي حاجه غير انك تمشي ورايا. فبيقول لها روني احنا كل ما بنتقابل الدنيا بتكون بتمطر واكيد نصيبنا اننا نشوف بعض. وبيشاور روني على مناره وبيقول لسيا تعالي نروح هناك، لان المدينه بتكون منظرها جميل جدا من فوق.
بس المطر ساعتها بيقف وسيا بتسيبه وتمشي، لكن قبل ما تمشي بيمسك ايديها وبيقول لها لو لينا نصيب اننا نشوف بعض تاني هنتقابل هناك لما الدنيا تمطر. وسيا بتقوله ممكن وبتسيبه وتمشي. وبنرجع للأكاديمية اللي بيكون فيها راجو بيتدرب، وروني بيشوفه وبينبهر بيه جدا. بس راجو وهو بيتدرب بيفتكر سيا وبيسرح، والطالب اللي قدامه بيستغل ده وبيعوره في صدره، فبيتعصب راجو وبيضربه جامد. لكن المعلم بيتدخل وبيوقفه وبيقوله ده ميعاد نوم الطلبة وبيروحوا كلهم للنوم ما عدا روني اللي بيروح يسهر مع صحابه. وبالصدفة بيقابل أبو سيا وبيتعرف عليه، وروني بيحكي له عن البنت اللي بيحبها وبيقعدوا يسكروا كلهم. وتاني يوم روني بيكون نايم لوقت متأخر، فبيجي مساعد المعلم بتاعه وبيصحيه، وبيفضل يشتغل ويحضر لهم الأكل ويرن الجرس ويمسح الأرض، لحد ما في يوم المطر بينزل وروني وسيا بيفرحوا جدا. وسيا بتكون خارجة من البيت وبتلاقي راجو قدامها، وراجو بيكون جاي عشان يطلب ايديها من ابوها. وابو سيا بيقعد معاه وبيسأله ليه ابوك ما جاش معاك عشان يطلبها مني. وبيكمل كلامه وبيقوله انا بنتي ناس كتير بيتقدموا لها، بس انا عايزها تمثل وتبقى نجمة كبيرة. وراجو ساعتها بيطلع له شنطة مليانة فلوس كتير، واول ما ابو سيا بيشوف الفلوس بيوافق فورا. وفي نفس الوقت بتكون سيا راحت المنارة اللي كانت هي وروني هيروحوها، وما كانتش عرفت باللي حصل مع ابوها، وبتفضل مستنية روني كتير هناك. وبيكون روني موجود الناحية التانية بس ما بيقدروش يشوفوا بعض، وبتفضل تكلم السحاب وتقول لها روحي مطري عند بيته يمكن يعرف اني هنا مستنياه. وقتها بيسمعها روني وبيفرح وبيعرف انها موجودة، وقبل ما تمشي هي كمان بتلاحظ انه موجود، فبيقول لها لو خلصتي انا كمان عايز اتكلم مع السحاب شوية. وبيفضلوا يضحكوا هما الاتنين، وبعد كده بيخرجوا وبيقعوا في حب بعض. وسيا بتدي روني خاتم وبتقوله ما تخلعهوش من ايدك ابدا. وبيفضل روني يسكر وبيروح الأكاديمية وهو سكران، وبيشوفه المعلم وبيقوله انت مش قاعد في فندق. فبيقوله روني انا ما جيتش هنا بمزاجي، وبالرغم من كده انت مش بتدربني ولا بتعلمني اي حاجة، وانا هروح اتعلم الكاراتيه احسن من الشاولين بتاعكو ده. بس قبل ما يمشي بيقوله المعلم ان في واحد هندي هو اللي راح الصين، وهو اللي أسس معبد الشاولين وعلم الصينيين 80 مهارة وكل الناس بيتدربوا عليها من سنين. وبيروح له وبيضربه في بطنه وبيخليه يرجع كل اللي شربه، وبيمسكه من ايده وبيوقفه قدام المراية. وبيقول له الغزالة لما بتصحى الصبح بتقول لنفسها لو ما جريتش النهاردة بسرعة هتقتل، والأسد بيقول لنفسه لو ما جريتش النهاردة بسرعة هموت من الجوع. وبيقول له انت كمان لازم تجري ورا هدفك وتكون شجاع. وبيسأله المعلم عايز تكمل في التدريب ولا ترجع بيتك. فبيقول له روني فين التدريب ده؟ هو انت دربتني من ساعة ما جيت اصلا؟ ولما المعلم بيحاول يضربه روني بيصد كل ضرباته، وبيعرف روني ان الشغل اللي كان بيشتغله كان تدريب ليه. والمعلم بيقول له انت من اول يوم ليك هنا وانت بتتدرب. فبيفرح جدا روني وبيعتذر للمعلم، وبيبدأ روني يتدرب جامد وكل يوم بيكون اسرع واقوى. وبيفضل المعلم يدربه ويديله كل خبراته عشان يخليه احسن. وبيقاتل روني كل الطلاب وبيقدر يتغلب عليهم. وبيكون راجو شايف روني وهو بيتدرب، فبيروح له وبيقول له انت اتعلمت وبقيت قوي جدا. والمعلم بيروح وبيحضن روني لانه اجتهد وكان قد المسؤولية. وفي يوم بيكون روني وسيا مع بعض، وروني كان بيشتري هدية للمعلم بتاعه، بس سيا بتشوف ابوها وبتلف وشها عشان ما يشوفهاش. فبيقول لها روني هو ده ابوكي؟ وبتقول له اه. فبيوقف لها توك توك عشان تركبه وبتمشي بسرعة قبل ما يشوفها. وبيروح له أبو سيا وبيقول له ليه خليت حبيبتك تمشي قبل ما تعرفني عليها؟ وبيكون مش عارف إن بنته هي سيا اللي بيحبها. فبيقول له روني أكيد هعرفك عليها المرة الجاية. فبيقول له أبو سيا طب يلا بينا نشرب، بس روني بيقول له إنه بطل شرب. وقبل ما يمشي روني بيشوف أبو سيا الخاتم بتاع بنته في إيده، وبيفهم إن البنت اللي بيحبها روني هي سيا بنته. وبيحاول ياخد الخاتم من ايده لكن روني بيمنعه. وبيروح ابو سيا لراجو وبيحكي له على كل اللي حصل، وراجو بيقول له انه هيتجوز سيا حتى لو اضطر انه يقتل روني، بس ابوه بيمنعه وبيقول له انت بقوتك ممكن تفوز على اي حد وممكن تقتل اي حد كمان، بس الحب هو الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما هتيجي بالقوة. وبيقول له انا مش هسمح لك تظلم اي شخص طول ما انا عايش. فبيتعصب راجو من كلامه وبيحط لابوه سم في الاكل وبيقتله. وبيؤمر رجالته انهم يجيبوا روني، ورجالته بيروحوا لروني البيت وبيقولوا له تعالى معانا عشان راجو عايزك.
وروني بيقول لهم هاجي معاكم بس بعد ما سيبهو يخلص الايس كريم بتاعه. لكن وهم ماشيين بيخطفوا سيبهو، وبيفضل روني يجري وراهم لحد ما بيوصل لهم، وبيفضلوا يحدفوا سيبهو لبعض لحد ما راسه بتتخبط في العربية. وأول ما روني بيشوف الدم اللي في راس سيبهو بيتعصب وبيدور الضرب فيهم كلهم، لكن العصابة بيفضلوا يهددوه إنهم هيرموه من فوق، فبيرمي روني طوبة على الراجل اللي ماسك سيبهو وبيقع من فوق، بس بيقدر روني يمسكه وبينقذ حياته في آخر لحظة. ولما العصابة بتنزل لروني بيكون متعصب جدا وبيفضل يضرب فيهم وبيكون خلاص هيقتل الزعيم بتاعهم، بس سيبهو بيوقفه لأنه بيكون خايف من اللي بيحصل. وساعتها راجو بيوصل وبيفضل يضرب روني، ولما روني بيحاول إنه يضربه راجو بيصد كل ضرباته لأنه بيكون أقوى منه بكتير، وبيحاول راجو إنه يقتله بس روني بيضربه في دماغه وبيقدر يفلت منه. وبيلاقي روني رجالة راجو جاية عليه، فبيجري على البنزينة وبياخد خرطوم البنزين وبيفضل يرش عليهم، وبيطلع الولاعة وبيسأل راجو انت بتتخانق معايا ليه؟ والطفل ده عملك ايه عشان تخطفه؟ فبيقوله راجو انت السبب في كل ده لانك دخلت حياة سيا وانا بحبها. وروني بيقوله بس سيا بتحبني انا. فراجو بيقوله الست بتحب القوة وانت بقى مش قادر تنقذ نفسك، فازاي هتقدر تحميها؟ وروني بيرش على نفسه بنزين وبيقوله انا مستعد اموت عشانها، ولو انت كمان مستعد تعالى. وراجو بيقوله انا مستعد اقتلك دلوقتي، بس روني بيقوله انت مستعجل على قتلي ليه؟ دي خناقتنا لسه بتبتدي. بعد كده بيعرف روني ان المعلم بتاعه مات وبيروح الجنازة بتاعته، وبيكون راجو والمساعد بتاعه شايفينه، والمساعد بتاع راجو بيقوله يلا نخلص عليه دلوقتي، بس راجو بيرفض لانه بالطريقة دي هيكون السبب اللي هيخليه بطل في عيون سيا. فالمساعد بتاعه بيقوله بس احنا لازم نعمل اي حاجة، لكن راجو ساعتها بيقوله ما تقلقش في شخص تاني هو اللي هيعمل كل ده. وروني بيروح بعد كده عند قبر المعلم بتاعه وبيفضل يعيط، وبيقوله انت اللي خلتني انسان، واوعدك اني هعلم الناس كل اللي انت علمتهولي ومش هرتكب اي غلط تاني ابدا. وبتيجي الشرطة بعدها وبتقبض على روني لانه بيكون بوظ بضايع الناس وعرض حياة الناس اللي موجودة في البنزينة للخطر. وبيشوف روني الضابط وهو بيشاور لراجو، وبيشوف ابو سيا مع راجو في العربية، وبيفهم روني ان راجو وابو سيا هما اللي ورا الموضوع ده. ولما بيخرج روني من السجن بيروح يقابل سيا وبيحكي لها على كل اللي حصل، وبيقول لها ان ابوكي وراجو هما اللي ورطوني وكل ده عشان عايزيننا نبعد عن بعض. لكن سيا ساعتها بتقوله انت مجنون، هو لو عايزنا نبعد عن بعض هيروح يدفع كفالتك ليه؟ فبيقول لها روني هو عمل كده عشان ما تصدقيش كلامي. وسيا بتقوله انت ما تعرفش انا ايه بالنسبة لابويا، اكيد مستحيل يعمل كده. فروني بيقول لها انت على ما تفهمي هيكون الوقت اتأخر جدا، وبيقول لها انا قررت اتبع التعليم اللي المعلم بتاعي علمهولي، وبيقول لها انا هسافر والقطر بتاعي هيمشي الساعة 6، ولو جيتي تودعيني هفهم انك بتحبيني زي ما انا بحبك. وبيسيبها بعدها وبيمشي. وسيا بتروح لمامتها وجدتها وبتحكي لهم على كل حاجة وبتفضل تعيط، وبتفضل جدتها تهديها وتقول لها ما تخافيش ابوكي راح يجيب روني عشان كل حاجة تتحل. بس بيكون ابو سيا واقف بره وسامع كل حاجة، وبيروح مقطع هدومه وخابط دماغه في الحيطة. ولما بيدخل عليهم وهو بالمنظر ده بتقول له سيا مين اللي عمل فيك كده؟ فبيقول لها روني، وبيقول لها انا كنت بشرح له انه فاهم الموضوع غلط، ولما طلبت منه انه يرجع معايا وتتفاهموا راح ضربني ورمى الخاتم بتاعك في وشي. فبتاخد سيا الخاتم وهي مصدومة، وبتقول لابوها احنا خلاص مش هنعيش هنا، ومن بكرة لازم نسافر اي بلد تانية. في نفس الوقت بيكون روني قاعد في محطة القطر هو وسيبهو، وكان مستني سيا تيجي تودعه بس مش بتيجي. ولما بيوصل القطر بيركب هو وسيبهو وبيمشوا من المكان، وبيكون ابو سيا فرحان وبنعرف انه كذب عليها وادالها خاتم تاني شبه اللي لابسه روني عشان تصدق كلامه. وبتسافر سيا لبلد تانية عشان تكمل حياتها، وراجو بيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها. وبتكون سيا دخلت مجال التمثيل وبتمثل في فيلم اكشن، وراجو بيقدر يوصل للمكان اللي فيه سيا وبيلاقي ابو سيا قدامه، واول ما بيشوفه بيضربه بالقلم على وشه عشان كل ده ما اقنعهاش ان هي تتجوزه. ولما سيا بتسمع صوت بره بتطلع عشان تتفاجئ براجو قدامها، فبيخطفها راجو وبيسافر بيها على تايلاند. في الوقت ده المنتج بتاع الفيلم وابو سيا بيروحوا اسم الشرطة، لكن الضابط بيقول لهم انهم مش قد راجو وما يقدروش يعملوا له اي حاجة. ولما بيروحوا لعضو مجلس الشعب بيقول لهم انه مش هيقدر يساعدهم برضه لانه بيكسب في الانتخابات بسبب راجو. وساعتها بيكون راجو وصل تايلاند وبيحبس سيا في المبنى بتاعه وبيحط عليها حراسة مشددة. وبيروح ابو سيا والمنتج لمسؤول كبير في البلد، فبيقول لهم انهم ما يقدروش يعملوا اي حاجة،
وده لأنها سافرت بره البلد وإنهم ملهمش أي سلطة في تايلاند، وبيقول لهم إنه هيبلغ المسؤولين عن القضية بس الموضوع هياخد وقت شوية. وبيكون المنتج ساعتها قلقان على الفيلم بتاعه، وبيقول لأبو سيا إنه محدش هيقدر يساعدهم، بس أبو سيا بيقول له مفيش غير شخص واحد بس هو اللي يقدر ينقذها، وبيبقى الشخص ده هو روني اللي وقتها بيكون طور من نفسه أكتر في القتال. وبيجيله مكالمة من المستشفى اللي بيتعالج فيها سيبهو، والدكتور بيقول لروني إن سيبهو محتاج يعمل عملية كبيرة عشان يرجع يتكلم تاني، وإنه لازم يجيب الفلوس في أسرع وقت عشان الدكاترة اللي هيعملوا له العملية مش هيقعدوا كتير في الهند. وروني بيقعد يفكر هيجيب الفلوس دي إزاي. في الوقت ده بيوصل أبو سيا والمنتج عند روني، وبيستخبى أبو سيا وبيروح له المنتج وبيعرفه على نفسه، وبيقول له أنا بطلة فيلمي اتخطفت وعايزك ترجعها عشان أقدر أكمل الفيلم، وفي المقابل هديك كل الفلوس اللي أنت عايزها. وبيوري له صورتها، وروني بيعرف إنها سيا، لكن روني لما بيشوفها بيرفض وبيمشي. وقبل ما بيتحرك روني بالموتوسيكل بتاعه بيفتكر كل ذكرياته مع سيا، وبيفكر كمان في عملية سيبهو. وبيجي المنتج وبيقول له إيه، غيرت رأيك ولا لسه؟ فبيقول له روني أنا موافق أرجعها بس هعمل كل ده عشان الفلوس بس. وبيفضل روني يجمع معلومات عن راجو والحراس بتوعه، وبيقرر إنه يسافر تايلاند. في الوقت ده سيا بتكون محبوسة في الأوضة وعمالة تكسر في أي حاجة قدامها، وبيدخل عليها راجو وبيفضل يهديها وبيقول لها أنا عارف إنك خايفة عشان إنتي في مكان جديد وداخلة على حياة جديدة. فبتقول له أنا هقتلك في أقرب فرصة تجيلي. ولما بيقرب منها بتخاف، فبيقول لها ما تخافيش أنا مش هلمسك غير لما نتجوز. بس سيا بتقول له ده لا يمكن يحصل أبدا. فبيقول لها راجو ما تنسيش إن دي مدينتي ومستحيل أي حد يعرف يجي ينقذك. في الوقت ده روني بيكون وصل تايلاند وبيروح على حلبة قتال كبيرة، وبيقاتل أقوى واحد في الحلبة، وكل الناس اللي كانت موجودة كانت مراهنة بفلوس كتيرة على الشخص التاني ده هو اللي يكسب. بس روني بحركة واحدة بيضربه وبيوقعه على الأرض وبيقدر إنه يكسب القتال. وبيكون روني رايح الحلبة عشان يوصل لشخص اسمه جيم، وده بيكون صاحب الحلبة وحارس من حراس راجو. وجيم بيكون متعصب جدا إن روني هو اللي كسب، لأنه كده خسر فلوس كتير كان مراهن بيها. فبيصوره بالموبايل بتاعه وبيفضل يدور عليه لحد ما بيلاقيه، وبيروح له بيته هو ورجالته وبيفضلوا يجروا وراه في الشارع. وبيفضل روني يضرب فيهم وبيقدر انه يخلص عليهم. وبعد كده بيجي جيم وبيرفع مسدس على روني، بس بيقدر روني ياخد منه المسدس وبيرفعه عليه. وبيسأله على بيجو، فبيضطر يقوله على مكانه، وبيجو ده واحد من رجالة راجو برضه. وبيوصل روني لبيت بيجو وبيدخل عليه وبيضربه، وبيسأله ساعتها عن مكان سيا. ولما مش بيرضى بيجو يقوله، بيرفع روني المسدس على مراته. فبيقوله بيجو ان راجو خطير جدا ومحدش بيقدر عليه. ولما روني بيفضل مصمم انه يعرف، بيقوله بيجو على المكان اللي حابس فيه سيا، بس بيقوله انك اول ما تدخل المبنى هتلاقي حراسة جامدة واجهزة انذار لدرجة ان محدش يقدر يعدي بإبرة واحدة، وان الاسانسيرات كلها شغالة بالبصمة، وكل دور فيه رجالة من امهر المقاتلين، والرجالة دول مدربة على القتال بالسيوف وأبطال العالم في الكاراتيه. وبيقوله إنك لو عديت من كل ده هتقابل يونج قبل ما توصل لراجو، ويونج ده يعتبر مش إنسان، ده عبارة عن مكنة قتل صينية. وبيقوله آخر دور ده بقى لو عرفت توصله فهو ده بيت راجو واللي حابس سيا هناك. في الوقت ده بيدخل راجو على سيا أوضتها وبيلبسها عقد كان جايبه لها هدية. ولما سيا بتفوق وبتلاقيه في وشها بتتخض وبتضربه، وبيدخل الحراس عشان يوقفوها فبتضربهم هما كمان. بس بيجي واحد من الحراس وبيضربها على دماغها لحد ما بيغمى عليها. الناحية التانية راجو بيتصل ببيجو وبيقوله إن سيا في المستشفى، ولما بيسأله روني فين المستشفى دي، بيجو ما بيرضاش يقوله على مكانها، فبيقتل روني مراته قدامه. وبيقدر روني إنه يعرف مكان المستشفى وبيروح على هناك، وده لأنه بيكون خاطف جيم وحطه في شنطة العربية. وبيدخل المستشفى وبيتنكر في شكل دكتور، وبيدخل أوضة سيا وأول ما بتشوفه بتتفاجئ، وبياخدها وبيتحركوا عشان يهربوا من المكان. بس وقتها جيم اللي كان محبوس في العربية بيتصل بيونج وبيقوله في حد حابسني في شنطة العربية ودخل المستشفى دلوقتي. ولما يونج بيسأله مين اللي عمل كده، بيسمعوا راجو في الوقت ده وبيعرف إنه روني، وبياخد رجالته وبيجري بيهم على أوضة سيا. بس روني وسيا وهم ماشيين بيشوفهم راجو وبيشك فيهم، وبيرفع عليهم المسدس وبيقول لهم ما تتحركوش، وبيطلب منهم انهم يشيلوا الماسك اللي على وشهم. لكن روني بيحط السكينة على رقبة سيا وبيهدد راجو انه لو اتحرك هو واللي معاه هيقتلها، وبيقول لهم يحطوا اسلحتهم على الارض، وبيركب الاسانسير وبيهرب بيها.
وبيقدروا يركبوا تاكسي وبيمشوا من المكان بسرعة. وبيركب روني وسيا مركبة وبيفضلوا يبصوا لبعض وبيفتكروا كل ذكرياتهم سوا، وبيوصلوا لجزيرة عشان يقعدوا فيها. وساعتها بيقول لها روني أنا آسف إني وريتك وشي تاني، فبتقول له سيا أنا ما قلتلكش تعالى انقذني، فبيقول لها أنا ما جيتش عشانك، أنا جيت عشان الفلوس. فبتتضايق سيا وبتقول له أنا ما كنتش محتاجاك وكنت هعرف أهرب لوحدي. وروني كان لسه هيمشي بس فجأة الدنيا بتمطر، وبيقلع القميص بتاعه وبيلبسه لسيا، وبتشوف سيا الخاتم بتاعها في ايديه وبتتفاجئ ساعتها وبتحكي لروني على كل اللي حصل، وهو كمان بيفضل يحكي لها على اللي حصل معاه وبيرجعوا لبعض تاني. وساعتها بيوصل رجالة راجو وبيضربوا روني على دماغه وبياخدوا سيا وبيفضلوا كلهم يضربوا فيه. وبيجي يونج وبيكون معاه بيجو عشان ينتقم لمراته، وبيوصل راجو هو كمان وبيؤمر يونج وبيجو انهم يخلصوا عليه، وبيطلع بيجو المسدس وبينتقم لمراته وبيقتل روني. وساعتها بتفضل سيا تفتكر ذكرياتهم وبتنهار، وبياخدها راجو وبيروحوا على بيته، وبيقول راجو لسيا تعالي نبدأ حياة جديدة ونتجوز بدل ما اقتلك وابعتك لحبيبك. وفجأة الدنيا بتمطر وبتحس سيا ان روني لسه عايش، وبتقول لراجو انا مش مضطر اروح لأي مكان لان روني هو اللي جاي لحد عندي. فبيضحك راجو ساعتها وبيستهزأ بكلامها، وفعلا روني بيكون لسه عايش وبيطلع المبنى وبيفضل يخلص على كل رجالة راجو، وكل واحد بيقابله بيفضل يضربه لحد ما بيقتله. وبيشوفوا راجو في الكاميرا وبيعرف ان بيجو خدعه وما قتلهوش. ولما راجو بيسأل بيجو ليه عملت كده، بيقوله بيجو لان هو على حق، وبنعرف ان روني ما قتلش مرات بيجو لما كان عنده في البيت، وده اللي خلى راجو يقتل بيجو. وبيخلص روني على بقية رجالة راجو وبتروح له سيا عشان تساعده. وفي الآخر بيقابل يونج وبيفضلوا يضربوا في بعض، وبيقول له يونج انت فاكر انك هتقدر عليا بالقتال الهندي ده، انا بقى هوريك القتال الصيني. وبيفضل يضربه يونج وبيكون واضح انه اقوى منه، بس بيقدر روني انه يتغلب عليه ويضربه. وبيقول له قبل ما يقتله هي كده البضاعة الصينية ما بتقعدش كتير. وسيا بتقول له ساعتها يلا بينا نهرب من هنا بسرعة، بس روني بيقول لها ساعتها مش هينفع، واحد فينا بس اللي هيخرج من هنا حي، يا اما انا يا اما هو. وبيروحوا هما الاتنين لراجو. وساعتها راجو بيقول لروني محدش بيبقى بطل عشان اتدرب 4 شهور بس، وانت لسه محتاج سنين عشان تبقى بطل زيي. فبيقول له روني برضو ان في فرق كبير بين الحصان والحمار. وراجو اول ما بيسمع الكلام ده بيضرب روني، ولما بتحاول سيا تضربه بيضربها هي كمان، وبيفضل روني وراجو يضربوا بعض، بس راجو بيكون اقوى منه وبيوقع روني على الارض. وبيقول له وهو واقع على الارض هو ده اخرك، ده انا قتلت ابويا عشان اعرف اتجوز سيا. بس اول ما بيسمع روني الكلام ده بيقوم وبيقول له معلمي لسه عايش، انت ممكن تكون من دمه بس انا تعليمه كله بيجري في دمي. وبيقول له راجو ما واضح بأمارة انك كنت مرمي على الارض وانا واقف على رجلي. وبيبدأ روني يعمل كل الحركات اللي اتعلمها من المعلم بتاعه، وبيفضل يضرب في راجو لحد ما بيضربه ضربة جامدة وبيوقعه على الارض، وبيكسر له رقبته وقفصه الصدري والعمود الفقري، وفي الاخر بيكسر له الجمجمة بتاعته وبيموت. وبيرجع هو وسيا للأكاديمية تاني وبيعمل تمثال للمعلم بتاعه، وبيقرر ساعتها يعلم الطلاب فنون القتال ويكمل مسيرة معلمه. وبيخلص فيلمنا على كده. وللناس اللي وصلت لآخر الفيديو عايزكم تحطوا الإيموجي ده في الكومنتات عشان أعرف مين اللي عجبه الفيلم، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم الحلقات الجاية، ويلا سلام.